الدهون، الشحمه، لي ليبيد، الفات، كل واحد باش كيعيط عليهم اكثر عنصر غذائي ما معطيش حقه. بالنسبه لي من اهم العناصر الغذائيه اللي خصكم كاملين تفهموه، اكثرهم تعقيدا. داكشي علاش خليته حتى الاخر نمشي دويتي مع شي ميدسان ولا ميدسان نوتريسيونيست، واحد اللي فريمون فاهم في النوتريسيون يقدر يقول لك من اهم العناصر الغذائيه. مشيتي دويتي مع شي بسودو كوش غادي يقول لك هو اقلهم اهميه. بعض المرات كاع ما كتعطاو في الانظمه الغذائيه ديال الناس. الا كان عندك بروبليم في العضو الذكري ديالك، بالنسبه للعيالات العضو الانثوي ديالهم، فيقدر يكون المشكل جاي من الدهنيات. كان عندك مشكل ديال الميتابوليزم هابط، ما عرفتش شنو هو الميتابوليزم، كنصحك تفرج الفيديو اللي قبل هذه. عندك مشكل انك تبني الميسكل، ما كاينش كتريكوبيري من لي زونطرينمون ديالك. عندك مشاكل ديال القلب، عندك مشاكل ديال الكوليسترول، ويقدروا يكونوا كاع دي بروبليم استيتيك بحال تساقط الشعر عند العيالات وتاع عند الرجال، مشكل ديال القوه ديال الطفران، مشاكل جلديه. هذا الفيديو شامل على الدهنيات وبغيتكم انكم تبارطاجوه ماكسيموم مع الناس اللي قراب لكم ما يكونوش كيترينيو. هذا السوجي مهم بزاف. حاجه نطرقوا ليها، واش الجسم الانسان يقدر يعيش بلا دهنيات؟ الجواب هو لا. الجسم ديال الانسان ما يقدرش يعيش بلا دهنيات، كيف ما يقدرش يعيش بلا بروتينات. انما الكربوهيدرات كما شرحت لكم في الفيديو ديال الكارب، يقدر ان الجسم ديالك يعيش بلا كربوهيدرات، ولكن الدهنيات والبروتينات لا. عكس ما كيقول واحد المعتقد ديال انك الا كلتي الدهنيات فالجسم ديالك غادي يبني الدهون. هذا المعتقد هذا بان في 1950 وسال في 1990، وللاسف حاليا باقي كنسمعها في الدول ديالنا العربيه. خصكم تعرفوا هو في غرام ديال الدهنيات عندك 9 كالوري، بينما في غرام ديال البروتين وغرام ديال الكربوهيدرات عندنا 4 كالوري. وهادشي كيعني لازم تبصيل فيه 100 غرام ديال سوس ديال الدهنيات وتبصيل اخر فيه 220 غرام، فلابور كالوريك ديالهم بحال هادشي اللي كيخلينا اننا نبقاو نتهربوا منهم. دوجي با كيفيه 600 كالوري في 100 غرام ما كيعنيش باللي هذاك البرودوي راه ثقيل، كيعني باللي فيه دهنيات اكثر. باش تعرفوا الاهميه ديال الدهنيات، فالدهنيات هو المكون ديال لي مونبران سيلولار. الجسم ديال الانسان كامل عباره عن واحد الجروبمون ديال لي مونبران سيلولار، والدهنيات اللي كتاكل انديسبونسابل باش يتريجينيراو دوك لي مونبران سيلولار. ثاني حاجه الا ما كانوش بعض الانواع ديال الفيتامينات مضادات للاكسده، الجسم ديالنا ما يجيش يمتصهم. خصنا نعرفوا هو كاين جوج الانواع ديال الفيتامينات، فيتامينات هيدروسوليبل ما كيقدرش الجسم انه يمتصهم الا ما كانش الماء. كاين بعض الانواع ديال الفيتامينات الليبوسوليبل اللي ما كيمتصهمش الجسم ديالك الا ما كانوش دهنيات. داكشي علاش بعض لي كابسول ديال الفيتامينات اللي كندخلوا بحال الفيتامين او، فيتامين دي، الكابسوله هذه يبان لك شي حاجه بحال الزيت، هذاك الزيت او الدهنيات المخلطين معاه، ولكن يمكن داك الفيتامين ان الجسم ديالك يستعمل. زيد عليها الدهنيات مكون رئيسي انتاج التستوستيرون، بالضروره الكوليسترول الخايب، بينما حتى الكوليسترول مزيان. دابا غادي ندويو على الانواع ديال الدهنيات اللي كاينين، اين واحد فيهم مزيان اين واحد فيهم خايب. غادي نبداو باشهرهم اللي هو لي زوميغا 3 اللي هما دي زاسيد غرا بولي انساتوري. هاد لي زوميغا 3 كاين جوج ديال الانواع. لي زوميغا 3 اللي كيجيو من اللحوم خاصه اسماك اللي هما لي زو بي ا و دي اش ا، واحد النوع اخر اللي كيجي من الدهنيات النباتيه اللي سميتو الالا. نعرفوا من الاول هو لي زوميغا 3 اللي جايين من دي سورس اللي نباتيه، بس الجسم ديالهم يحول لهم لدي زو بي ا و دي اش ا اللي كيكونوا في الاسماك. المشكل هو انك خصك تاكل كميه كبيره باش الجسم ديالك كونفيرتي واحد النسبه اللي صغيره للاو بي ا و دي اش ا، كيخلي الجسم ديالك انه يحول هاد الالا للاو بي ا و دي اش ا. فاهم حاجه هي الجينات ديالك، وقلال الناس بزاف اللي عندهم هاد لا كاباسيتي ان الجسم ديالهم يحول نسبه كبيره ديال الالا للاو بي ا و دي اش ا. داكشي علاش الا كان شي واحد فيكم فيجيتاريان راه صعيب عليه انه يدخل الدوز ديال الاوميغا 3 ديالو في النهار، يعني ياخذها ككومبليمون الاحسن. هاد لي زوميغا 3 عندهم واحد الغول كبير السيستم كارديوفاسكولار، يعني القلب والشرايين ديالك وحتى السيستم سيريبرال، يعني الصحه ديال الدماغ ديالك. شي يبينوا بزاف ديال لي زيتود اون كونسوماسيون ديال الاوميغا 3 كافيه في النهار فكتوقي الجسم ديال الانسان من بزاف ديال لي مالادي ديال السيرفو بحال الزهايمر، الكونسير ديال الراس، شقيقه، مشاكل ديال التركيز ولا ميموار وزيد. يعني اسيد غرا بولي انساتوري اللي هما لي اوميغا 6. للاسف الشديد هذا العنصر بالضبط كاين بزاف ديال الناس والاخصائي التغذيه اللي هاكيرغوا فيه. اللي خصنا نعرفوا هو الاوميغا 3 والاوميغا 6 بحال داك السامبوشينو ديال الين واليان. بحال قلتي الا ما كانش راجل ومراه راه ما غاديش يخرج لينا ولد، خصك يكون عندك بجوج اوميغا 3 والاوميغا 6. بزاف ديال الناس كيسحب لهم بلي الاوميغا 6 كتزيد لانفلاماسيون في الجسم اللي هي الالتهاب. باش كتكون مريض اولا كتمشي لاصال كتريني كتشد ديك العضلات ديالك ولا درتي كسيده وتجرح، نسبه الالتهاب عندك في الجسم كتكون طالعه لانفلاماسيون. ولكن انت كتدخل غير هاد لي اوميغا 6 في التغذيه ديالك فهاد الالتهاب غيبقى مده طويله، يعني يكون عندك واحد الصعوبه باش تبرا ديك العضله، باش تبرا من مورا شي مرضى بحال الرواح ولا اي مرضى كيف ما كان. كنت ما تعطلتي كتم الكبده والكلاوي ديالك كياكلوا العصا، ولكن كنت كتاخذ نسبه ديال اوميغا 3 طالعه في النهار ونسبه ديال الاوميغا 6 طالعه في النهار، هاد الجوج كيتكومبيناو ما كيكونش نسبه الالتهاب عندك في الجسم طالعه. الحاجه الرئيسيه اللي كدير هاد المشكل هذا في الاوميغا 6 هو لاسيد اغاشيدونيك اللي كيكون بزاف في اللحوم الحمراء. الصفر الابيض كاين بزاف ديال الناس يحطوا اتاكيوني في لي كومونتير، ولكن
ولكن سمعتي مزيان شنو قلت. الا كنتي كتدخل كميه كبيره ديال لي زوميغا 3 في النهار، يعني كتدخل داك الراشيو ديال 1 غرام ديال لوميغا 3 نقولوا واحد 70 ملغ ديال لوميغا 6 لا بازيو هاد لاسيد اراشيدونيك، ساعات ما كيكون عندنا حتى شي مشكل. بينما كتدخلها لي زوميغا 6 اللي فيهم هاد لاسيد اراشيدونيك، هنا غادي يكون مشكل كبير عندك، خاصه الناس اللي كيعانيو من المشكل ديال الحموضه ديال المعده. والنوع الاخر ديال لي زوميغا 6 اللي ما فيهش هاد لاسيد هذا، فتقدر تدخلو وانت مرتاح. يكون موجود في الصوجا، بعض المكسرات، ترى الاغلبيه ديال الزيوت والاستغاثه. واهم اسيد غرا بالنسبه ليا واحد اللي ما كاين اللي كيدوي عليه وبزاف ديال الناس ما عارفينوش، اللي هو لي زوميغا 9، حيت هذا مهم بزاف للصحه الداخليه ديال الانسان. الهدف ديالي ماشي غير هو انك تربي العضلات، الهدف ديالي هو انك تكون صحه مزيانه في الداخل. الا كان عندك فيزيك مزيان، ما بغيتش ان يجي واحد النهار ويوقع لك مشكل صحي وتبقى توري تصاورك لصحابك هاكي كنت. لا، اهم حاجه هو تكون صحه مزيانه وتبني العضلات تاعهم. تما كنتي ريغولي في اي رياضه، خصوصا البادي بيلدينغ، فخصك تدخل نسبه كبيره ديال لي زوميغا 9. علاش؟ حيت الاغلبيه ديال الرياضيين كيترينوا يوميا نون ستوب، ديما كيطلعوا النيفو، فكتلقى عندهم مشكل في القلب. وهاد لوميغا 9 عنده واحد ليفي سحري على القلب ديالنا. زيد عليها هاد لوميغا 9 كينقص من المقاومه ديال الانسولين، اللي هو واحد السوجي يلاه بدا تيبان في لا سوسيتي ديالنا. زعما التغذيه اللي عامره بلي برودوي شيميك وبالسكر اللي كناكلو يوميا. زيد عليها كيريغولي حتى لي ليبيد سونغا، خلي الهرمونات ديالنا يبقاو منتظمين. كيوقيك من لا ديبرسيون، اللي كيوقيك من المشاكل ديال العضو الذكري ديالك، اللي كيوقي البنات من لي بروبليم ديال السيكل اوفيلاتوار ديالهم. اشهر سورس ديال لي زوميغا 9 هو لاسيد اليك اللي موجود في زيت العود. كان في المغرب ما كانش كنطيب بزيت العود، بينما كنطيب بزيت الكوكو، باش كيقولوا لك الا فات 180 درجه فهاديك الزيت كتكون كونسيريجين وما مزيانش للصحه. الاغلبيه ديال زيت العود اللي كاينه في المغرب فهي زيت العود باس كاليتي. باش كتدخل زيت العود دو بون كاليتي فتقدر طيب فيها ما تفوتش 200 درجه. كاين حتى بعض الانواع الاخرين ديال الدهنيات اللي هما لي زوميغا 5 اللي قلال بزاف، اللي كنقدروا نلقاوهم مثلا في الرمان. لي زوميغا 7 اللي حتى هما مهمين تقريبا، نقدر نحطهم بحال لي زوميغا 9 كيكونوا في زيت الماكاداميا. كاين حتى لي زوميغا 11 اللي قلال بزاف، تقدروا تقلبوا دي سورس ديالهم، ولكن فريمون قلال بزاف في العالم. ماشي كاع لي ناسيوناليتي متوفر عندهم الاغذيه اللي فيهم هاد لي زوميغا 11. فاش دوينا على الانواع ديال الدهنيات، دوينا على لي سورت ديال الدهنيات اللي كاينين، شكون فيهم اللي مزيان شكون فيهم ما مزيانش. دابا نزيد لكم شي معلومات اخرين على الدهنيات اللي خصكم تعرفوا. كما سمعنا قبل، الدهنيات في النظام الغذائي مهمين بزاف. الا كنتي في بريز دو ماس راه خصك تدخل الدهنيات، الا كنتي في بيريود دو ساج حتى هو خصك تدخل الدهنيات بكميه اللي مزيانه. فالدهنيات تقريبا كاملين كيبوستي واحد الهرمون سميتو الليبتين، وهذا الهرمون سميتو الهرمون دو ساتيتي، اللي هو هرمون الشبع. يعني كنتي في بيريود دو ساج كتدخل كميه صغيره ديال الدهون في النهار ديالك، هاد البروتين تاعها بزاف وكميه الكارب موديري، فهاد النسبه ديال الليبتين غادي تكون منعدمه. غادي يخلي الجسم ديالك جيعان النهار كامل وكتفكرها في الماكله باش تقدر تكونسونطرا في خدمتك. ولا شي نهار كنتي فابل مونطالمون كليتي شي حلوه ولا شي حاجه، عرف راسك باللي ما غاديش تحبس، غيجيك واحد الجوع اللي خرافي، تقدر تاكل فيه كيلو الشوكولات كيلو ديال الفانيت ومازال يجيك الجوع وما تقدرش كاع تحبس راسك. واحد النوع ديال الدهون اللي سميتو الام سي تي، اللي كيكون في الاغلبيه ديال المكملات اللي كيحرقوا الدهون. هذا الام سي تي شنو كيدير؟ كيزيد من الحراره ديال الجسم ديالك، اللي كيسهل عمليه حرق الدهون بواحد العمليه سميتها لا بيتا اوكسيداسيون، يعني كيحول الدهنيات لطاقه، الاي تي بي. الا تبعتي معايا الفيديو ديال الكربوهيدرات، هذا هو البروسيسوس باش كيحول الجسم ديالك الدهون لطاقه. اللي كيكون بزاف في الفواكه بحال الكوكو، غتلقاه بكميه كثيره في الزيت ديال الكوكو، الباباي، لي بي او التوت البري، وحتى من لافوكا. داكشي علاش هاد لافوكا هادي اغلبيه ديال لي كليون ديالي كنخدم معاهم بلافوكا في التنشا. دابا ملي دوينا على كلشي تقريبا، المينيموم اللي الاغلبيه ديال الناس ضروري ان يدخلوها في النهار هو 0.5 في كل كيلو ديال الوزن ديالك. فيك 100 كيلو خصك تدخل مينيموم 50 غرام ديال الدهنيات الصحيه. كما شرحت قبل، ان يكون واحد لابور ديال لوميغا 3 ولوميغا 6 يكون متوازن، ولوميغا 9 باش تكون صحه مزيانه من الداخل. الا كنتي كتمارسي فهو واحد الشيت كود اللي ساهل بزاف. الا كنتي باغي تدخل وجبه مثلا فيها 500 كالوري، كما شرحت لكم في الاول ديال الفيديو، غرام ديال الدهنيات فيها 9 كالوري، بينما غرام ديال البروتين وغرام ديال الكربوهيدرات فيها 4 كالوري. علاش الناس اللي عندهم الشهيه قليله بزاف، فمن الاحسن انك دير واحد 4 ولا 5 ديال الوجبات مفرقين في النهار، تكون سوس ديال الكربوهيدرات، سوس ديال البروتين، وسوس ديال الدهون الصحيه اللي غادي يخليوك انك تدخل واحد كميه ديال السعرات الحراريه كبيره في واحد الفوليوم اللي صغير. للاسف وصلنا للاخر ديال لا فيديو، سينو الفيديو غادي تكون طويله بزاف، عطا الله ما يذكر باقي على هذا السوجي هذا. ولكن كما قلت لكم الدراري، هذا الفيديو ركزوا عليه بزاف، ركزوا على الدهنيات، راه ما معطيهمش حقهم. الا عجبتك لا فيديو ما تنساش دير لايك، دير ابوني. بغيت نسمع حتى الاراء ديالكم في هذا النوع ديال لي فيديو، اشنو هما لي سوجي اللي باغيين ندوي عليهم في الفيديوهات الجايه. كان معكم خوكم علي التضاولي في ريوسكم. بيس.